السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية خالصة من هنا من مدينة أسفي إلى كل لاعبي الدوري المغربي وإلى كل الفرق الوطنية المغربية والجماهير المغربية، وتحية لكل المغاربة المشاهدين الكرام. اليوم من مدينة أسفي كنهنأ السي أمين بن هاشم، المدرب الجميل الرائع الطيب المتواضع صاحب القلب الرائع الحنون. المدرب السي أمين بن هاشم عاشرته مدة من الزمان في مدينة أسفي عندما كان مدرب، وكنت كنقول ليه راه ما شاء الله سي امير راه غادي تمشي بعيد ان شاء الله بهذه الاخلاق ديالك وهذا التواضع ديالك ان شاء الله، وغادي تقول الكلمه ديالك، وقد ما قعدتي غتكون في كاس افريقيا ولله الحمد. حقق لي الله الامنيه ديالي، وسمعت ان امين بهاشم ان شاء الله، وكما سمعوا المغاربه المتبعين للدوري المغربي كيفاش امين بن هاشم ان شاء الله مشى مع فريق الوداد البيضاوي الدوري الافريقي، البطوله الكونفدراليه مع الفرق اللي كتحتل الصف الثالث. وبالفعل وعن جدار الاستحقاق استطاع أمير بن هاشم أن يتفوق في 3 مباريات، حقق العلامة الكاملة وفاز في 3 مواجهات، 9 نقاط أعطاها لفريق الوداد البيضاوي. الوداد البيضاوي جاب مدربين كثر، ولكن الطريقة اللي لعب بها أمين بن هاشم طريقة مغايرة، الحق يتقال. راه شاهدنا كيفاش كان كيلعب مع فريق أولمبيك أسفي، وكيفاش تساهم في صعود فريق شباب محمدية، وكيفاش كان مع اتحاد طنجة، وكيفاش كان مع فريق نهضة الزمامرة. فريق نهضة الزمامرة اللي كنا حنا كنحقروه بهذا المفهوم هذا، ولكن شناه كيفاش أصبح يرعب فروق داخل وخارج أرض مدينة الزمامرة. هذا بحين كانت مدرب سامي المهاشم اللي كيلعب على الشبكة. وما ندوي ما مشيش بعيد، انا عاشرت ما عايشت المده اللي كان فيها مع فريق اولمبيك اسفي، وكنا كنمشوا في الفريق ديال اولمبيك اسفي كيف اصبح يلعب فوق ارضيه ملعب مسيره، وكيف اصبح يواجه الفروق الكبرى ديال الدوري المغربي والفراجيل اللي ولات، والحمد لله الكلاسمون اللي خلاه في فريق اولمبيك اسفي. ولكن ايادي خافيه ما خلاش سي امير بن هاشم انه يمشي بعيد في هذا الفريق. لا، هو ولد الكره وفيه النفس ديال الكره وعنده نفس حاره ديال الكره، هو ولد الكره، ماشي عا مدرب تابع الحق عجيبو كما نقولوا حنا، ولكن هو ولد كره كيعرف كره. الا شاف حاجه غضرو وما غتساهمش في النجاح ديالو كيخليها، واخا تعطيه ما شحال تعطيه. لهذا امين بن هاشم الحمد لله خلى البصمه ديالو فريق اولمبيك اسفي، ومشى لفريق اولمبيك خريبه، ومشى فريق الزمامره. بعد ذلك اخر محطه بعد ذلك انتقل الى فريق الوداد البيضاوي، الفريق العريق. والله العظيم كنت كنقولها لي ديما، كنقول لي فريق السي امين بن هاشم ان شاء الله غادي تمشي بعيد ان شاء الله، وغادي نشوفوك ان شاء الله في كاس افريقيا باذن الله. تمنيت يكون مع فريق اولمبيك اسفي، كنا قراب حنا مع فريق اولمبيك اسفي مع السي امين بن هاشم في كاس افريقيا، ولكن ما نقولش الحظ، كره باغيه ديك الساعه، ما نقولش حظ، حنا الكره باغيه، ولكن الناس ما بغاوش اسفي يمشي في المشاركه الافريقيه. الحمد لله شاءت الاقدار، الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون الا ان شاء الله. بغى الله عز وجل سي امين بن هاشم يكون في الوداد البيضاوي، ربح 3 ماتشات، ها هو ان شاء الله غيمشي للكونفدراليه الافريقيه، ها هو ان شاء الله باذن الله عز وجل غيمشي لكاس العالم الانديه. وبذلك كنطلب من اللاعبين ديال الوداد البيضاوي والمسؤولين ديال الوداد البيضاوي والرئيس ديال الوداد البيضاوي، ايتمنى راك ولد كره سي، ايتمنى راك كتحب الخير، ماشي بحال شي رئيس اخر انك كيجي كيفكر راه فكرتيني بعض الرؤساء ديال اوروبا. كرئيس بايرن ميونخ واحد العام راه دخل وحط الفلوس وقال لهم انا ما بغيت حتى حاجه، انا بغيت بايرن ميونخ يكون حاضر في الالقاب، وفعلا كتحقق. عرفتوا واحد الرئيس بقاش عاقل على سميتو كيفاش تجا وحقق القاب مع فريق بايرن ميونخ، والحمد لله وعطى كل ما عنده ومشى بعيد. هادشي اللي كنتمنى يتمنى ان شاء الله. فريق الوداد البيضاوي واللاعبين ديال الوداد البيضاوي سي امين بن هاشم مقبلين على المشاهده العالميه، كل جماهير العالم غادي تشوف فريق الوداد البيضاوي من خلال كاس العالم الانديه اللي غيكون في الولايات المتحده الامريكيه، وكنتمنى لحد موفق. لهذا كنطلب من السيد يتمنى ان شاء الله يوجد راسو واللاعبين يوجدوا ريوسهم ويتهلاو في الفريق ديال الوداد البيضاوي ويتهلاو في المدرب. راه عندكم مدرب ما شاء الله، راه هذا المدرب غادي يقول الكلمه ديالو بين المدربين الاوروبيين العالميين في كاس العالم الانديه. علاش؟ غادي تسالوا علاش؟ لان امين بن هاشم لا لاحظتوا تبارك الله علاوه على الاخلاق ديالو والجمال اللي عطاه الله عز وجل، الله يحفظه وينجيه من العين ديال الانس والجن، راه عنده ما شاء الله واحد العقليه اوروبيه، كيلعب كره اوروبيه عاليه مستوى عالي. يعني خاص انسان اللعاب اللي غيلعب مع امين بن هاشم خاصو تا يكون لعبو نقي،
يكون الفكر ديالو الكروي نقي، ماشي راسو راه الشبكه هو غيبدا يسليتي ويزيد، لا ضرب معاك واحد كونتراتاك عطي، ما كنتي في واحد الوضعيه ماشي تلهيه رجع، ضربك شي لعاب او تعامل معاك شي معامله ماشي تلهيه تسامح معاه باش تعطي رساله للعالم. راه ما غيتفرجوا فيا، ما غيتفرجوش فيك المغاربه، غيتفرجوش فيكم المغاربه بحدهم اجاو اللاعب ديال الوداد البيضاوي، راه غيتفرجوا فيكم لاعبين من امريكا، من اوروبا، من الخليج، من افريقيا، وراه غتولي الفرصه لا تعوض، ومنكم اللي غيحترف ان شاء الله، ومن هذه الفرصه للاحتراف، راه النص فيكم ان شاء الله باذن الله غيمشي لفرنسا، غيمشي لبلجيكا، غيمشي لاوروبا، غيقدر يحترف خارج اوروبا، وغتزاد القيمه ديالكم الكرويه، وغيولي عندكم واحد المستوى عالي. ولهذا كنطلب منكم انكم تستغلوا الفرصه في هذه البطوله العالميه الكبيره، وواحد موفق ضد فريق سيفيا على ما اظن وبورتو، فريقان كبيران، ولكن سمعوا من سي امير بن هاشم اللي قال السي بن هاشم بغي كما نقول حنا رسم لوحه بريشته الجميله تتساهم في اعطاء جماليه لهذه اللوحه. ملي غادي يكون ان شاء الله راه غيتفرج فيكم الملك حتى هو الله يحفظه، وغيتفرجوا فيكم ناس مسؤولين كبار، وغتعرفوا راه حنا المغاربه حنا فينا واحد القضيه، حنا راه ملي كنكونوا نتفرجوا في التلفازه راه واخا فرقه ماشي ما عندنا من المدينه، راه ملي كنشوفوها لاعبه في كاس افريقيا ولا كاس بحال هاد بطوله العالم كاس العالم الانديه، راه كلشي كيتفرج، راه كبار وصغار عيالات ورجال، راه مرات تجمع على الفرقه في السوق في الحمام فين ما مشيتي كيجمعوا على الفرقه، راه كلشي كيولي معروف، كتفوت تبارك الله داك اللاعب زين، تبارك الله شتي داك الكوري دار داك النمره فلان فلاني، تبارك الله زين زين زين، راه هكا بغيناكم، حنا بغينا الحمد لله نتفرجوا كما تفرجنا في قطر، حنا بغينا نتفرجوا كما تفرجنا مع الرجاء في البرازيل وتفرجنا مع الرجاء في المغرب كاس عالم انديه، حنا بغينا نتفرجوا كوره. مدرب زوين امير بن هاشم، مدرب كاروسري مغربي عربي مسلم، ولكن راه الداخل ديالو اوروبي، مدرب اوروبي غادي يعطي الشيء غادي. انا كان استغفر الله العظيم، انا الى توجه الى امير بن هاشم القى الارضيه اللي غادي تعاونوا وغادي تناسبوا، راه غيكون افضل مدرب في العالم، استغفر الله على هذه الكلمه هذه، ولكن العلم لله، ولكن لا لقى مع متعاون غادي يقدر السي امير بن هاشم يقدر يتهافتوا عليه فروق عالميه. وكنتمنى يا ربي في هذا اليوم المبارك سي امير بن هاشم كما كتقول لي غادي يمشي كاس افريقيا، كنقول يا ربي سي امير بن هاشم نشوفوا في نادي عالمي، نشوفوا تحت الاوروبي، ونشوفوا في الدوري الاوروبي، ولا نشوفوا بطولات اوروبا للانديه البطاله، ولما لا كلشي عند الله قريب، كلشي عند الله قريب، راه حتى حاجه، راه من جد وجد ومن زرع حصد. واياكم والحسد والكراهيه، الناس مسؤولين رؤساء ديال الفروق، اذا جاكم شي مدرب وبغى يخدم خدموه، ماشي تشوفوا نتوما بغى يخدم كتحاربوا كتصيفطوا كتجيبوا واحد على قبل جيوبكم على قبل المال ديالكم، الكونت فايت، راه الفلوس راه شحال من رئيس كنعرف انا، وشحال من لاعب انا كان عزيز عليه الفلوس، والله لا تلعب الفقر، راه ولا كيبيع حوايجو بعض المرات، راه ولا بعض المرات يحب قهوه تبرد ديالاتي ما لقى باش يخلصوا. راه كنعرف شي مدرب راه المعاناه كيعانوا، ولكن ما كانوش كيحبوا الكره من اجل الكره. كيجيهم شي مدرب ولا كيجيهم شي لعاب ولا شي كيفرطوا فيه كيصيفطوه بحالو. والحمد لله هذا المنظر الجميل هذا خلفيه اختارتها من التيك توك باش عجبتني، فيها ورود حمراء ويا بيد على الورد كما قالت سماها الله يرحمها، والورد جميل، وهذا اللون هذا الورد كنهديه السي امير بن هاشم، وكنهديه اللعابه ديال الوداد البيضاوي على الاداء الجميل الرائع، وكنهديه الرئيس ايتمنا، وكنهديه اللاعبين ان شاء الله بعد الفوز ان شاء الله على سيفيا، وبعد الفوز على بورتو، وبعد الظهور ان شاء الله كنتمنى تكونوا حاضرين بقوه في كاس العالم للانديه، وتفرحونا كما فرحتنا الرجاء امام فروق امريكا اللاتينيه. يا سلام على ايام جميله. وبهذه المناسبه اسال الله عز وجل بان يحفظ السيد امير بن هاشم، وان يوفقه، وان يكتب له النجاح اينما حل وارتحل، والله يعاونه والله ينصره على اعداء الله. كما ادعو الله عز وجل ان يحفظ امير المؤمنين، وان يرزقه الصحه والسعاده، ويفرح بالاداء ديال الوداد البيضاوي. عندي واحد فيديو امير المؤمنين وهو صغير كيتفرج في الوداد. والسلام عليكم ورحمه الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والصلاه والسلام على افضل رسول الله سعد الحليم من اسي احييكم، والى اللقاء.